جربتي تحطي الخيار والزيتون والفلفل والليمون جوه المخلل؟ اكيد ما جربتيش. لا انا جربت. طب كملي معايا الفيديو وقولي لي لو جربتي ولا ما جربتيش، ولو ما جربتيش لازم تكملي الفيديو ده للاخر. والنبي انا مفيش مني اتنين، 5 عليا الله اكبر، و5 على كل المتابعين اللي هيشوفوا الفيديو ده للاخر ويقولوا لي تسلم ايدك يا ست الكل، مالنا زيكم نعمله زي. انا عملت احلى مش عندي في البيت ووفرت فلوسي وريحت دماغي. اروح اجيب علبه مش قد كده بفلوس قد كده؟ لا. وانسي المش ابو دودو اللي بيجيلك من بره ده خالص. هتعملي احلى برطمان مش عندك في البيت وبارخص ثمن وباحلى طعم كمان، على كل تكاته وحركاته. بس لازم تشجعي سوبر ماما باشتراك ولايك وشير وتنوريني على الفيسبوك واليوتيوب وتقولي لي ايه رايك بكل امانه. اكتبي في الكومنت وتقولي لي من انه بلد. شايفين مخلي المش الخيار ودى المش في حته تانية خالص، غريبه صح؟ لو عندك مخلل في البيت تعالي بينا كده، ليمون على زيتون على فلفل، حطي بقى معاكي. ما عندكيش اشتري يا ست ربع وربع وربع، هيوفر معاكي ويقعد بقى ترمي البرطمان ده معاكي السنه كلها. بصوا الزيتون ده كان معايا من السنه اللي فاتت، انا عملت السنه دي بس سبحان الله يعني شبه اتهرى مني. هتقولي لي ليه؟ هقول لك مش عارفه والله، بس الحمد لله انا خدت فيه عين كويسه البرطمانات كلها، بس الحمد لله. اي والله الزيتون ده من السنه اللي فاتت، وزي ما انتم شايفين متماسك معايا يعني بسم الله ما شاء الله زي ما هو. هتجيبي ربع خيار او نص خيار على حسب العدد اللي عندك، ممكن عادي. وهنا معايا 2 كيلو جبنه، هتجيبي الملح وترشيها بالشكل ده من فوق ومن تحت اللي بيها وتحط. هتستمري بقى على الكميه اللي انت عايزاها، ممكن تكتري 3 كيلو، ممكن تعمليها بنص كيلو على حسب بقى ايه كل بيت واحتياجاته. انا بعمل البرطمان بتاعي ده وهركنه طول السنه، طول السنه اساسي بعمل مش يعني لو عندي لبن رايب بعمله جبنه واحط له ملح وبسيبها تنشف وبعد كده احطها في المش. ازود شطه، ازود كل الموجود عندي، هزود ملح، ازود لبن رايب، جبنه بيضه، جبنه فلاحي، جبنه تركي، برمي في البرطمان بتاعي ما بيقوليش لا. بس الزياده بقى ان انا حطيت له مخلل. بجد المش في حته تانية خالص، بجد طعمه كان تحفه ورهيب. معينه نفسي تيجي وتدوق المش ده من ايديا. زي ما انتم شايفين انا خلصت الكميه بتاعتي، والفتافيت بتاعتك لميها زي ما انا عملت كده ورشي عليها حبه ملح وبرده اركنيها، وتجيبي مصفى وتسيبيها من يومين ل3 ايام على حسب بقى الجبنه بتاعتك هتنشف معاكي. لازم تعملي خطوه الملح دي عشان الجبنه تحجر معاكي وتقعد معاكي طول السنه من غير ما تتكسر في المش. شايفين اهي ابتدت اول ما حطيت عليها الملح ابتدت تنزل ميه. هنا بقى انا سبتها لمده 3 ايام معايا لحد ما نزلت ميتها كلها، ورششت عليها حبه من فوق كمان علشان اتاكد ان الملح بتاعها كويس. وهنا جبت المش القديم بتاعي، لازم يبقى عندك مش قديم عشان يديكي طعم المش ويحيق معاكي كده. ممكن برضو تشتري من اي حد كميه مش ميه اللي هي الخميره زي ما بيقولوا كده، تحطي كل الحاجات اللي انت شايفاها دي وتزودي عندك ويفضل برطمان اساسي. شايفين انا كنت حطيت خيار وجربت لقيت الخيار فيه حلو قوي. بنوتي بتقول لي ماما دايما بتطلع خيار المش وتاكل. احلى حاجه في المش ده الخيار، كل واحد على حسب ما بيحب. في ناس بتحب الليمون وفي ناس بتحب المخلل بانواعه على حسب. زي ما انتم شايفين هنا انا بوريكم الجبنه دي كانت عندي لبن رايب وانا عملتها جبنه ونشفتها حطيتها في المش، وبسم الله ما شاء الله بناكل منها كل ما نجيب فطير او نحتاج مش بطلع. ولازم الخيار تسيبيه سليم كده عشان يعيش معاكي طول السنه من غير ما يطرى. لو عندك مرطه تقدري كمان تحطي في المش وتقلبيها عليه. بعد الجبنه بتاعتي خلاص ما نشفت معايا، انا كنت محضراها قبليها وطبعا محضره حاجتي بقى وعارفه انا هعمل ايه. لازم يبقى عندك برطمان شطه او شطه. هتقولي لي شطه ناشفه؟ لا، يفضل الشطه الحمراء دي عشان ما تخليش معاكي المش يدود. بصوا انا عندي مش طول السنه عمري بسم الله ما شاء الله ما كان فيه دود. كان بيجي لي مش من الصعيد وللاسف كان بيبقى فيه دود، بغلي زيت وبكبه عليه. طبعا في ناس هتقول لك ايه القرف ده، لا انا كبه طبعا. لا والله كنت بغلي زيت وبكبه عليه من فوق، كان بيخليليش فيه ولا دوده. ومع ذلك انا عندي مش طول السنه زي ما انا قلت لكم الله اكبر. بحط شطه هريسه، لازم الشطه الهريسه، لكن الشطه الناشفه دي ما بتبقاش نضيفه وبيبقى فيها تراب وما تضمنيش هي معموله من ايه، لان الفلفل ده بيترمى لحد ما بينشف في الهواء كده، طبعا مش بيبقوا منضفينه بيحطوه فبيخلي المش معاكي ده. هنا انا فضيت المش بتاعي القديم وحطيت عليه المخلل اللي انا عايزاه اللي انت تحبيه بقى. يا ريت كمان تحطي 3 معالق زيت. بصي الليمون هيخلي لي طعم، الزيتون هيديله طعم، الجزر برضوك هيديله طعم، كل ده هيحيق لك المش وهتاكلي احلى مش بجد في حياتك. وهتقولي لي تسلم ايدك وهتدوري على قناتي ساعتها بقى لازم تكوني عامله اشتراك ولايك عشان تقولي لي تسلم ايدك. ولو انت بتعملي كده قولي لي انا بعمله كده. وما تكتريش الملح عشان الجبنه فيها ملح، هتحيقي الملح بتاعه وتظبطيه. وانا حطيت الجبنه في الاول ودي الغلطه الوحيده ان انا عملتها، المفروض كنت حطيتها مع المش وقلبته كله مع بعضه وبعد كده كبيته، لان الجبنه فضلت تحت
موجودة، بس هي كويسة طبعا، بس ده كان احسن ليا عشان اخلص القديم وبعد كده الجديد يفضل معايا من تحت. لو انت بقى ما عندكيش جبنة اصلا في المش القديم بتاعك، يفضل ان انت تقلبي كل ده مع بعض وتكبيه. هنا حطيت الخيار بتاعي بقى على حسب الكميه بتاعتك، ونزلت بالشطه الهريسه، سهله خالص، وفي عندي فيديوهات على اليوتيوب لو انت مش عارفه تعمليها. هتجيبي فلفل احمر وتضربيه في الكبه بتاعتك بحبه زيت وملح، هيبقى معاكي احلى شطه هريسه. هتقلبي كل ده، وبصي الشطه الهريسه مخليه معايا المش لونه احمر ازاي، بجد مخليه لونه زي العسل، بسم الله ما شاء الله. اما زي ما قلت لكم الشطه الناشفه دي مش حلوه تماما، استغني عنها. انا في كل اكلي بحط الشطه الهريسه لانها بتدي طعم وشدي الاكل في حته تانية. شايفين ما شاء الله، ده كده المش القديم بتاعي يعتبر انا حطيتها في البرطمان زي ما انا قلت لكم. هنا بقى انا هكب لان البرطمان مش هيكفي معايا. اما الحاجات السوداء اللي باينه دي مطرح الحبهان والعصر بتاع المخلل، ما تسيبي ربعه كده فاضي، لان بيحصل حاله فوران في المخلل مع الجبنه مع الملح، بتخلي الميه تبقبق كده لفوق وتكب، هتغرق لك الدنيا. حطي كده ربعه فاضي زي ما انتم شايفين. بصي الجبنه القديمه معايا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، ناشفه وجميله، وتقدري كل ما يخلص المخلل تحطي تاني. يعني كده بالهنا والشفا هتاكلي اكل ارخص واحسن وهيقعد معاكي طول السنه. الفيديو ده للستات الشاطره اللي بتحب توفر وبتحب بيتها دايما عمراه بالخير والسعاده يا رب دايما. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت بقى في البرطمان التاني، فضيت بقى الكميه القديمه علشان اسحب منها لما ولادي يعوزوا، والكميه الجديده طبعا هسيبها تتعتق اهي. بصوا دي برضو انا المفروض بعد كده فضيت منه كمان حبه علشان لقيته فار مني وبدا يكب. ويفضل تكوني حطاه من تحت كده صينيه او كيسه او اي حاجه، لانه لما يكب ما يبهدلكيش الدنيا. هنا انا سبتهم وبعد وقت انخفض معايا وكبيتهم بقى على بعض عادي. زي ما انتم شايفين الخيار بسم الله ما شاء الله، بيقول لك يلا هاتي حته فطيره ودوقي يا سوبر ماما وغني وقولي لنا ايه رايك. والله العظيم طعمه زي العسل وعجبني قوي، وحسيت ان انا مش باكل مش ده، انا باكل يعني كده ايه مجوهرات، بجد طعمه حلو. من حين لاخر كده نفسنا بتروح. عايزه اقول لكم انا فطست وانا والله بسجل الفيديو ده، بقول لجوزي تصور بياكلوا سمك، قلت له انا عايزه اكل ايه، عايزه اكل فطير مش. قال لي يا نهار ابيض سيبي الاكل ده وتاكلي ده. قلت له بجد شكل المش بسم الله ما شاء الله يفتح النفس، والشطه مخلياه حلوه قوي زي ما انتم شايفين. انا هنا بقى بعد اسبوع فتحت عليه وكانت الجبنه بدات معايا، بس المفروض تقعد اكتر من كده. كده انت لما بتشتريها من حد المش ما بيبقاش قاعد كتير، بتديك الشكل ده. كل ما هتقعد معاكي هتاخد لون المش الاساسي وتاخد لون الشطه، وهيبقى طعمها معاكي بجد. هتظبطي ملحك، ولو حسيتي ان هو كان عايز ملح هتظبطيه وانتي بتحطيه. والله عمري ما مش عندي دود، الله اكبر. اعملي المش بالطريقه دي، ولو دود معاكي لسبب ما او جالك مش من بره مدود، اغلي زيت وكبيه عليه. اتمنى تفرحوني على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك وتنوروني من اي بلد، وعجبتكم الفكره ولا لا.